اصلا انت بالفريق زياده عدد، لا بتقدم ولا بتاخر. لم الازاز ورجع الحليب على القنينه. شو امرته كابتن سليم؟ عم قل لك رجع الحليب على القنينه. ايوه، واذا ما رجعته اعطيني حق القنينه. لك تاري سليم مو بس خروق، تاري مجنون كمان. خيو رح اعطيك حق نص القنينه، لان النص الاولاني انت كنت شربانه. يا عود نزل ايدك لا عود احسن ما فشك الغلي فيك. شو رايك نكسر جوز؟ يا ريت. يا سيدي تمنيته يمد ايده على سليم، لكن صرت ازعل مثله. بس سليم ما قصر فيها. ما قصر فيه، ليش شو عمل له؟ لك حكى معه كلام غير المجانين ما بيحكوه، قال شو؟ رجع الحليبات على قنينه، لك يا شباب ليش ضل قنينه؟ هي لحالها فلجته لياسر. ياسر انا بدي افرجه شي يوم. اخ بس لو اقدر افرجه انا. اهلين وسهلين يا مين، اهلا وسهلا فيكي. ليش عازبه حالك؟ اهلا وسهلا فيكم. كيفك يا سيد مروان؟ الحمد لله والله. وكيفهم بنات المرحوم؟ الحمد لله كويسين. يعني ان شاء الله مرتاحين مع المربية الجديدة. سمر ما في منها. امانة ما بدي رجع منهم ولا حبة، بدكم تاكلوهم كلهم. ها اذا اكلتي معنا ما بنخلي شيء. انا شو بده يقعدني معكم؟ انتوا عم تحكوا بالشغل. الله يعطيكم العافية. يسلموا ايديكي. بالاذن. تسلموا عمي. علي. المهم ما فيك تحزري مين ممكن يكون. في هذا اللي اسمه سليم، ابو عمر شو قال عنه؟ انه بيتحاشى الكل وعظمه طري وبعمره ما تخانق مع حدا. ايه بس اللي عنده هالصفات بيطلع منه الشيء اللي عمله قدام ياسر. انتبهت لعيونه وهو عم يحكي معه؟ قلتها، عم يحكي معه والحكي ببلاش، يعني عم بخفف دم. لا زهير، كان عم يحكي جد. فعلا كان بده اياه يلم الازاز ويرجع القنينه مثل ما كانت. يا سيدي بلشت آمن إنه القاتل من غير نادي، مستحيل يكون من هذا النادي. بهيك حالة شو رح تعملوا؟ بهيك حالة لازم نراقب أشرس واحد فيهم مشان نحميه من القاتل ومشان يدلنا عليه بنفس الوقت. قصدك ياسر؟ مساء الخير. مساء الخير. تعطينا شي صفة بيض؟ ماشي. منيح ها؟ يا سلام، سجلنا يا الله يخليك. طيب. ياسر سليم، شو جابك على حارتنا ولا؟ لا الله يسامحك، عاوزك بشغله ضروريه. شو في احكي؟ شو لساتك زعلان مني؟ استغفر الله، اخي ماني زعلان، شو في؟ عرفت لك مين اللي قتل سامر وجواد. بس تشوفه رح تتفاجأ كثير. انت شو عم تحكي؟ انت بتعرفه منيح مثل ما انا بعرفه ومثل ما بيعرفوه كل شباب النادي. مين؟ ما رح اقول لك مين، رح ورجيك يا بعيونك. قاعد هو وشلة زهران عم يلعبوا شط. وانت شو عرفك انه هو اللي قاتل؟ كان عم يحكي لرفقاته وسمعته. ما تروح تخبر الشرطة، انا شو فيني اعمل لك؟ انت ما فيك تعمل شيء وانا ما في اعمل شيء، بس بدي ورجيك يا بعيونك لتتأكد، وبس تتأكد ساعتها بنتصرف. شبهك؟ ليش خايف؟ شو هي خايف؟ وينه؟ لك عم قلك بالبستان. امشي حط صفط هالبيض وبس ترجع بتاخده. يلا بحطه.
عمي ابو اسماعيل، شو اذا ما في سئله نخلي صحن هالبيت شي 10 دقائق ربع ساعه. ماشي. خاطرك. مع السلامة. شو يا؟ ماني شايف حدا. ليش جبتني لهون؟ من شان تدفع حق أنينة الحليب اللي كسرتها وترجع الحليبات مثل ما كانوا، لك انت صاير لعقلك شي؟ ولأنك هنتني قدام الشباب وهي مو أول مرة بتهيني فيها. مشان هيك قررت ما عاد سامحك. ما عاد تسامحني؟ من ايمت؟ من هلأ. لا رجال، رجال وقبضاي. من وقت اللي اخترعت لي قصة هذا اللي قتل سامر وجواد. أنا ما اخترعت قصص، أنا عن جد جبتك لهون لحتى أجمعك بالقاتل. هلا انت قتلت سامر وجواد؟ أنا اللي قتلتهم. ليه؟ لأنه كانوا حقيرين مثلك ومو شايفين الناس غير نمل ودبان. قص ايدي اذا ما صيفت. لك انت فيك على سامر؟ سامر بياكلك بلا ملح. وقدرت على جواد كمان، واثنيناتهم ما أخذوا معي وقت. وهلا اجى دورك. يعني انت جايبني لهون لحتى تقاتلني؟ وبدون سلاح، كل واحد بينفذ الحركات اللي تعلمها. لك يا ابني انت هيك بتكون عم تأذي حالك. انت هيك مفكر، وسامر وجواد هيك كانوا مفكرين، ولعيبة النادي كلها مفكرتني ضعيف وما بقدر قاتل حدا. انا وقت اللي فت لعنكن على النادي كنت خاتم كل هاي الحركات اللي عم تتدربوا عليها، وكوموتو ما عاد عنده يعطيني شيء. لا صدقتك. ولكن انتوا ناس حقيرين ودود،